يا مساء الجمال، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مخلل البصل بطريقه حلوه وبسيطه وسهله عشان كمان نلحق نفتح عليه على رمضان. كل سنه وانتم طيبين. انا معايا هنا البصل الابيض. البصل الابيض يا جماعه هو اللي بيتخلل. البصل الاحمر مش بيتخلل ومش بيبقى طعمه حلو وبيعمل ريحه مش لطيفه. معايا هنا البصل جبته بالحجم ده او يكون حجم اصغر من كده. كل اللي انا هعمله حطيته في الحله، ما عملتش فيه اي حاجه، وهحط عليه ميه سخنه، هغطيه بالميه المغليه وهغطي عليه الغطا وهسيبه لمدة ساعة. مش هاجي ناحيته. تمام، يبقى عملت ايه؟ جبته من عند الراجل، حطيته في الحلة، غطيته بالمية المغلية وهغطيه بالغطا وهسيبه لمدة ساعة. تمام، بعد كده هفتح عليه الغطا وهقلبه من المية وهغسله كويس جدا. وبعد كده هبدأ ان انا اقشره. بس خلي بالك وانتي بتقشري من عند الراس والديل، ما تاخديش من البصل ياما عشان يكون لسه مقفول وما يفتحش منك في التخليل. تمام، لو لقيتيها كبيره قوي تقدري ان انتي تشيلي منها طبقات لحد ما تاخدي الحجم اللي انتي عاوزاه. بس هو حجمه كده كويس جدا. شايفين بالشكل ده؟ هعمله كله كده يعني هقشره كله وبعد كده هروح اغسله كويس جدا بميه نظيفه وهصفيه بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم. شايفين شكله حلو ازاي؟ شكله تحفه. زي ما قلنا البصل الابيض هو اللي بيتخلل يا جماعه، البصل الاحمر لا. معايا هنا ميه المحلول، خل وورق لورا وكمان ملح وسكر وشطه حمراء اللي هي هريسه الشطه. هجيب البطرمان بتاعي احط فيه من تحت كده الاول معلقه من هريسه الشطه وكمان واحدتين من ورق اللورا، وهبدا ان انا اعبي البطرمان بتاعي من المخلل بالشكل ده. لو عايزين تحطوا فيه فلفل حامي سليم مفيش مشكلة، حطوا زي ما انتوا عايزين. وبعد كده هحط من فوق الوش برضو معلقة من هريسة الشطة. وبعد كده هعمل المحلول الملح بتاعي. هحط معلقة كبيرة مليانة من السكر، معلقة كبيرة مليانة من السكر على اللتر مية، وكمان 3 معالق من الملح ممسوحين. وكمان هحط حوالي ربع كوباية من الخل. مخلل البصل يا جماعة بيحب الخل فيه شوية غير أي مخلل تاني. بعد كده هملى البرطمان بتاعي من محلول الملحي بالشكل ده. وعشان اتغاضى ان المخلل يبقى فوق الوش كده والميه ما تكونش مغطياه، هجيب كده قرنين من الفلفل وهضغط عليهم، يعني احطهم كده فوق الوش عشان ينزلوا المخلل معايا، يعني فاهمين؟ بحيث ان الميه هي اللي تبقى مغطيه المخلل. وبس كده، مخلل سهل وبسيط وبس بيبقى طعمه تحفة. بنفتح عليه بعد قد ايه؟ بنفتح عليه بعد شهر بالظبط يا جماعة. يعني من 28 يوم ل 30 يوم، ما تفتحيش عليه اقل من كده ابدا. تمام، هقول لكم تاني، بنفتح عليه بعد شهر يعني من 28 يوم ل 30 يوم، مش هنفتح عليه قبل كده. بالشكل ده شايفين شكله تحفة خطير. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا جدا. شايفين شكله يعني خطير يا جماعة. وكنت معاكم نور من مطبخ نور أبو علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.